ليه اتسجن ابن معمر القذافي في سويسرا 2008؟ ويا ترى كان ايه رد فعل القذافي ساعتها؟ وهل كان الموضوع يستاهل كل ده؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. تم اعتقال هانيبال القذافي ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في سويسرا أغسطس 2008. هانيبال كان مقيم في فندق من اكبر الفنادق في سويسرا، وجات الشرطه قبضت عليه بتهمه انه اعتدى بالضرب على واحد من العاملين بالفندق، وبعد يومين اطلقت الشرطه سراحه بدون اي عقوبات. السر في الكواليس اللي حصلت خلال اليومين اللي تم فيهم اعتقاله، وهو ان معمر القذافي مجرد ما وصل له الخبر قرر انه كالعاده يكبر الموضوع ويخليه خلاف بين بلدين مش مجرد مشكله عاديه، وكمان ابنه اللي غلطان فيها. اول قرار خده هو انه يوقف نشاط شركات ليبيه وغير ليبيه هو مستثمر رئيسي فيها في سويسرا. تاني حاجه اعتقل رجال اعمال سويسريين في ليبيا، سحب 5 مليار دولار كانوا ملكيه خاصه ليه في بنوك سويسرا، هدد بايقاف صادرات البترول الليبي لسويسرا لو ما تمش حل الموضوع فورا والافراج عن ابنه، وقف جميع رحلات الطيران المتجهه من ليبيا لسويسرا. الرهيب في الموضوع ان كان في استجابه من رئيس الوزراء السويسري، وقام بالاعتذار للقذافي وافرج عن ابنه، وسافر رئيس الوزراء السويسري لليبيا لمقابله القذافي، لكن القذافي ما رضيش يقابله. وبعد كل ده القذافي ما قبلش الاعتذار وما رجعش العلاقات غير بعدها بفتره كبيره جدا.